السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بشرى في البيت. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنشارك معكم مخمار بطريقه ديال الملوي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك. غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا 4 كيسان بلعبه، كاس العنبه ديال الطحين ديال الفورص، غنحتاجوا 2 كيسان ديال الطحين ديال الفينو، ملعقه كبيره ديال العسل او السكر، غنحتاجو ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز وشويه الملحه والماء دافي باش غنجمع العجين. صراحه هاد المخمره البنات كيجي رائع، تقدروا تدخلوه حتى الفران ان شاء الله. غنشاركو معكم هكا في الفران. ولا عجبكم الفيديو وصلوا عدد كبير من اللايكات باش نعرفوا راه عجبكم، ونبارطاجي معكم هكا مخمار في الفران بالطريقه ديال الملوي. هنا غنعجنوا العجينه عاديه ديال المسمن، كتكون هكايا خفيفه شويه، ما تكونش قاصحه بزاف. كنبقى نضيف في الماء بشويه بشويه وانا كنعجن، وفي نفس الوقت هكا كندلك فيها كما كتلاحظوا معايا في الصوره. غنستمر بنفس الطريقه حتى نعجن العجينه ورجع معكم. خليكم معايا. بعد ما كنجمع العجينه البنات مباشره غندوز هكا نوجد باش غنورقها. ما نخليوهاش حتى تخمر لان فيها الخميره. هنا خديت 2 معالق كبار ديال السميده رقيقه والطحين الفينو، ضفت ليه معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، عندي الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ، وشويه ديال الزيت النباتيه اللي غنورق بها العجينه. هنا بالنسبه للعجين تقدروا تشكلوا كويرات على حساب كل واحد قداش بغاهم. نتوما كتحكموا فيهم. الصراحه كيجيو صغيورين شويه، كيجيو زوينين. هنا كيبان لكم انا درتهم كبار، غير الكاميرا كتبينهم هكا شويه كبار. بالنسبه للكميه ديال العجين البنات اللي عطيتكم كتخرج حتى ل 12 حبه او 14 على حساب الحجم قداش درتوهم. هنا بعد ما كنطلقوهم نحاولوا ما نرقوهاش بزاف، وكندهنها بالزبده اللي كتكون بحراره المطبخ. وغنضيف الخليط ديال السميده ديال الفينو او دقيق الصلب اللي خلطته مع شويه الخميره ديال الحلوى. كنضيف كميه وكنطويها عادي على هذا الشكل، وكنستمر بنفس الطريقه. كنطوي كاع الكميه اللي عندي عاده كندوز نطلقهم. كنطوي على هذا الشكل وكنحتفظ بها، وغندوز نطلق وحده تانية كما كتشوفوا معايا البنات. بين ما ارتاحوا كنعاود نبدا من اول وحده. هكا قرصت طريقه سهله وكيجيو هكا رائعين البنات، جربوهم ما يحتاجوش يخمروا نهائيا. بعد ما كنعجنوا العجينه كنوجدوها هكا في النار نخدموها، وكندوزو مباشره نشكلوا مكورات، وكنبداو باول وحده شكلناها. كنطلقوا العجينه راه بسهوله البنات كتطلق معكم لان العجينه كتكون خفيفه شويه. وهكايا الخميره دغيا كتساعدنا في التراق ديالها. هنا كندهنها بالزبده وكنرش شويه الخليط ديال السميده مع الخميره ديال الحلوى، وكنطويها على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي، وعاد كندوزو نطلقوهم. هنا بعد ما نكمل كاع الكميه اللي عندي كندوز مباشره نبدا باول وحده طويت وكنلويها على هذا الشكل. كنحاول نجبد العجينه نسرحها. واضحه في الفيديو البنات، جربوهم صراحه كيجيو زوينين وساهلين، ما ياخذوش منك واحد الوقت، بسرعه كتوجديها ككميه كثيره. هنا مباشره بعد ما غنكمل كاع الكميه اللي عندي غندوزو نطيبهم. خليكم معايا. بعد ما كنكمل كاع الكميه اللي عندي كنبدا باول وحده هكا لويسه. كنقرصوها الحجم اللي كيكون رقيق البنات، لان في الفران في المقله كيزيدوا كيتنفخوا. غير الكاميرا كتبينهم هكا غلاط شويه كما كتلاحظوا معايا. وكنرقوهم مزيان هكا من الوسط باش ما يجوناش معجنين. المقله كتكون فوق البوطه العافيه اللي كتكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف. هنا كندهن بشويه الزيت وكندوزو كنطيبوهم على عافيه لي متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش منقوصه بزاف. انا عندي هاد المقلاة غنستعمل فيها حتى 3 الملويات. صراحه كتسربيني المقله قد ما كانت كبيره هكا في طريقه تحضير الملوي ولا المسمن ولا المخمار، كتساعدنا كطيب هكا كميه كثيره دغيا. هنا بعد ما كنضيفها في المقلاة كنخليها كتقبض شويه في راسها، وكنعاود نقلبها وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنطيبوا كاع الكميه اللي عندي. البوطه البنات ما تكونش مجهده بزاف باش هكا المخمار يطيب من الداخل كيجي مقطن
بالنسبه لهذا المخمار ما كيجيش بحال الملوي، كيجي مقطن من الداخل. وان شاء الله راه غنشاركو معكم هكا في الفران. الا بغيتو الطريقه خلوها ليا في التعاليق، ووصلوا فيديو عدد كبير من اللايكات باش نعرفوا راه عجبكم. كنحاول البنات كنحط لكم فيديوهات اللي في المستوى، وللاسف ما كيكونش عليهم واحد الاقبال ديال لايكات الفيديو. ما عرفتش واش ما كيعجبوكمش ولا ما كتنساو ديروا لايك. هنا غنستمر هكا بنفس الطريقه حتى كنطيب كاع الكميه اللي عندي، وتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. خليكم معايا. هنا كما كتشوفوا معايا البنات الصراحه كيجيو زوينين، مخيمرات اللي محمرين وهكا مورقين، وفي نفس الوقت كيجيو هشاشين. هنايا بعد ما كنطيب كاع الكميه اللي عندي كان هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يا ربي ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم. غنقول لكم السلام عليكم، تلاقاو غدا ان شاء الله.